صباح الفل والهنا على احلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدا في اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. لو اول بقى مره تشوفيني يا ريت تشرفيني بالاشتراك بتاعك وتحطي اللايك، علشان النهارده عندنا احلى عيش فينو ممكن تعمليه، وكمان هينفعك جدا في دخله المدارس اللي احنا فيها دي، وسهل وبسيط بدون حليب بدون بيض بدون زبده، يعني زي بتاع الفرن واقتصادي اكتر كمان. بس قبل ما ابدا عايزه اشكركم كلكم على كومنتاتكم بتاعه الفيديو اللي فات، بحبكم في الله بجد والله العظيم، فرحانه بيها جدا جدا، دايما بتشجعوني وبحبكم في الله. نصلي بقى كده على الرسول وحط اللايك بتاعك وتعالوا نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عشان ما اطولش عليكم. عندي كيلو الا ربع من الدقيق، كيلو الا ربع من الدقيق. طبعا انت بقى عايزه تجيبي الدقيق من الفرط، عايزه تجيبي دقيق اكياس انت حره، ده دقيق اللي هو معدل الاستخدامات عادي خالص. كيلو الا ربع. طبعا المنخل بتاعي اللي ما بستغناش عنه في اي معجنات، المنخل ده طبعا منخل بلدي كده معمول على الايد فحلو جدا. نخلت كده الدقيق بتاعي ودول كيلو الا ربع من الدقيق. عايزه اقول لك ان العيش طلع روعه روعه، اقسم بالله طلع جميل جدا. هنخله كويس جدا، طبعا لازم ننخل الدقيق وبالذات في الصيف ده، يبقى في سوسه، يبقى في عفاره، يبقى في اي حاجه من مطرح مثلا من الراجل بيبيع ولا كده، فالاضمن ان انت تنخلي الدقيق حتى باي حاجه عندك. نخلت الدقيق كده وبعد كده بقى هلم الدقيق اللي انا نخلته ده في البوله بتاعتي. وطبعا انا هنا كنت غاسله الرخامه كويس جدا ومعقماها ومسحاها، لان انا في شغل العجين بالذات، يعني انا عندي المفرش العجين دلوقتي وانا بعجن هشيله وهتلاقوني عجنت على الرخامه، بحب عجين الرخامه جدا وبرتاح فيه. طبعا كفرحه في اول المدارس كده هنعمل معجنات ونفرح الولاد، سواء قرص سواء عيش كايزر سواء عيش فينو. مره كده مرتين. حبيت الوصفه مثلا وعايزه تعملها على طول اعمليها مفيش مشكله، بس نوع من التفاريح، يعني ان احنا بنعمل كده نفرح الولاد. عملت وصفه دلوقتي معاكم وعلى دخله المدارس كمان كام يوم كده هعملها تاني برضو ان شاء الله. هنا بصوا ده 3 معالق كبار من اللبن البودره، او كيس من اللي هو اكياس ميدو ده، او ما عندكيش لبن بودره خالص ممكن نعجن بحليب، ما عنديش حليب نعجن بميه عادي خالص ما فيهاش اي مشكله. طيب انا نخلت اللبن ليا ساره علشان كان في كلاكيع كده من اللبن فكنت عايزه افركها، فقلت اضمن حاجه هو المنخل يعني. حطيت 4 معالق او 3 من اللبن البودره، او كيس من لبن ميدو. ما عندكيش لبن بودره، ما عندكيش لبن حليب، ما عندكيش زبادي، اهو هنخل بميه عاديه جدا. وانا في الوصفه دي هنخل بميه، يعني انا كل اللي زودته في الوصفه دي حبه من لبن البودره، كيس ونص من الخميره، كيس ونص من الخميره. طبعا لو في الصيف في الشتاء هنحط كيسين من الخميره. طبعا وصفه الصيف دي والعيش الفينو اصلا بيحب الخميره، فحطيت كيس ونص من الخميره. رشه من السكر، مش رشه، 3 معالق من السكر، 3 معالق من بتوع الشاي من السكر، رشه حلوه من الملح، كوبايه من الزيت، كوبايه من الزيت. هقلب بس المكونات الجافه. حطيت ايه يا ساره؟ حطيت كيلو الا ربع من الدقيق، 3 معالق من اللبن البودره، كيس ونص من الخميره، رشه ملح، 3 معالق سكر. طبعا السكر هنا بيفرق جدا في العيش الفينو، بيخليه كده حلو وبيتفاعل مع الخميره على طول. قلبت المكونات الجافه مع بعض وبعد كده هنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الزيت، علشان هنحط زيت تاني واحنا بنقفل في العجينه. يلا نشوف كده اهو. حطيت نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الزيت، اي زيت عندك ممكن تستبدلي بسمنه، ممكن تستبدلي بزبده، اي نوع ماده دهنيه انت عايزه تحطيها مفيش مشكله، بس احنا قلنا اقتصادي خلاص يبقى اقتصادي، هو زيت يعني زيت. هقلب بقى كده لحد ما العجينه تفرول، تبقى عامله زي الرمله كده معايا. هفضل اعجن فيها وبعد كده هنزل بالميه الدافيه، الميه الدافيه تحط صباعك فيها تتحمليها عادي. مره نشتري، مره نعمل عيش في البيت، مره نحط لهم عيش بلدي، مره نحط لهم قرص، مره نحط لهم حاجه محشيه جبنه، يعني بصوا تشكلي كده. انا بقى حبيت ان انا صراحه اعمل العيش الفينو قبل المدارس، يمكن لعل وعسى يجيب مشاهدات والقناه تتفعل باذن الله. نزلت كده بقى تدريجيا بالميه. ليه؟ لان ممكن الدنيا لو كبيت الميه مره واحده، كوبايه الميه كلها مره واحده، ممكن لا قدر الله العجينه تسيب معاكي. فانت الاضمن ان انت تنزلي واحده واحده، هي هتاخد بولت الميه كلها وهتبقى زي العسل ان شاء الله. عجنت بايه يا ساره؟ عجنت نص كيلو الا ربع من الدقيق، 3 معالق من اللبن البودره، 3 معالق من السكر، رشه من الملح، كيس ونص من الخميره، وميه للعجن تماما. عايزه تعجني بحليب تزودي تعززي الطعم مفيش مشكله، عايزه تزودي مثلا رشه بيكنج باودر مفيش مشكله، اللي انت عايزاه بالاختيار انت، بس دوت العيش الاقتصادي جدا.
نقطه بقى هنا صغيره كده ومحدش هيقولك عليها، علشان العيش يطلع معاكي حلو وزي اللي بتجيبيه من بره بالظبط، العيش ده بيخمر مرتين، مره بتسيبيه في البوله لما تلمي العجينه تسيبيه في البوله يخمر، المره التانيه بعد كده بتقطعيه بتحطيه في الصاج اللي هتسوي فيه على طول وتسيبيه يخمر، وبعد كده بتدخليه الفرن. ليه يخمر تاني مرحله ديت؟ تاني مرحله علشان يطلع معاكي عيش هاشش كده وطري من جوه، مش مكتوم. ركزي في الوصفه دي كويس. بصوا هنا بقى جبت المفرش يعني حاجه من التصوير بس مرتحتش خالص، وهنزل على الرخام. طيب بتاخد عجنه قد ايه يا ساره؟ بتاخد من 10 دقايق ل 12 دقيقه يا بنات. عايزه اقول لكم ان انا فصلت الكاميرا وقعدت بقى ايه خد ودي في العجينه لحد ما بقت عجينه ملساء كده وناعمه. بعد كده هحطها في البوله وانزل عليها بنص كوبايه الزيت التانيه. احنا حطينا نص كوبايه زيت في الاول العجينه، ودي بقى النص كوبايه الزيت التانيه او ربع كوبايه، وتلمي كده بيها تلمي الزيت بالعجينه لحد ما الزيت يختفي تماما من العجينه. دي بتدي ايه يا ساره؟ الوصفه دي بتخلي العيش هش جدا وبتديله طراوه جميله. طبعا لو عايزه تختمي مكان الزيت بزبده بسمنه يا رب حتى بزبده بلدي انت حره، بس انا قلت لكم العيش من الاول للاخر اقتصادي، فخلينا في الايه في العيش الاقتصادي. طبعا هفضل الم فيها جامد جامد لحد ما تشرب الزيت كله، والزيت كله يخش في جوه العجينه. على درجه حراره فرن قد ايه؟ على درجه حراره 180. بتولعي عليه من تحت وبعد كده ترجعي تشغلي عليه الشوايه، ما تشغليش الاتنين مع بعض عشان ما يتحرقش منك. وهفضل بقى بص عايزه اقول لكم ان هي بتاخد يعني حبه عجن حلوين. ممكن العجينه في الاول والحبه اللي في الاخر يعني كلها على بعضها تاخد ربع ساعه عجن. لازم تدي العجينه حقها، وبالذات في المخبوزات. يعني مثلا الكيكه ما بتتعجنش عشان ما تديش عرق الحاجات دي، لكن العجينه لازم تديها حقها في العجن شويه. حط اللايك بقى عشان انا تعبت جدا، وعايزه اقول لكم ان انا عاملاها كلها من تقطيع العجين وانا واقفه على رجليا والله، وخدت وقت جدا. ما تبصوش للكام دقيقه بس كده اللي في التصوير. حطي بقى اللايك جزاك الله كل خير، واشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني. وصفات وروتينات وحاجات حلوه كتير، وان شاء الله نقول مشكله حبيبتي اللي على الخاص ان شاء الله الفيديو الجاي. طيب هنعمل ايه؟ خلاص كده بقى العجين الزيت العجينه شربته كله. هحطها في البوله واغطي عليها. طبعا تحطيها بقى في فرن البوتاجاز طبعا، بس ما يكونش والع. تحطيها بقى وتحطي فوقها بطانيه، انت حره. هنا كده تعالوا نشوف بعد ما العجينه خمرت ايه اللي حصل فيها. غطيتها كده بكيس يكون نظيف. وهنا كده العجينه بعد ما اختمرت حلوه جدا ما شاء الله. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه، ريحه عيش فينو بتاع الفرن فعلا. بس علشان يطلع معاكي حلو جدا ويكون طري وما يكونش مكتوم من جوه، لازم تديله حقه في التخمير اللي هو تقطعيه. يعني هو احنا سيبناها تخمر مره اهو، هنرجع بعد التقطيع نسيبها تخمر مره كمان لحد ما يعني هتعملي العيش الفينو هتشوفيه الوقت الحجم قد ايه، وهتسيبيه بقى لما يتضاعف حجمه، وبعد كده تدخليه الفرن على درجه حراره 180. تشغلي عليه من تحت، وبعد كده تحطيه تحت الشوايه. هيطلع معاكي احلى عيش فينو. طبعا لو مش عايزه تعملي التقطيعه الطويله تعمليها نفس هذا الطريقه. عيش كايزر عادي خالص تعمليه كور كده وتسيبيه برضو لحد ما يخمر. وطبعا زي ما احنا متعودين مش هنعرف نعدي الفيديو من غير فكره او نصيحه ممكن اقدمها لك تستفيدي منها ان شاء الله، وهي ان احنا نخلي ولادنا يا بنات يعملوا حصاله من مصروف المدرسه. الولاد مش هترضى يا ساره. هقولك على حاجه، انتي هتقولي له بص جبت لك الحصاله دي شكلها جميل، تجيبي له كده حصاله مرسوم عليها كده اطفال وحاجات حلوه، حتى ولو بنات الكبار مثلا او ولاد الكبار في اعدادي او كده. الحصاله بتاعتك اهي، حطي فيها بقى جنيه، تحطي فيها 5 جنيه، تحطي فيها 10 جنيه، متوفر معاك حاجه في المصروف حطها فيها. تطلع رحله للمدرسه شجعيه بكده، المدرسه تطلعك رحله. تلاقي معاك فلوس، عايز تجيب حاجه مثلا في الحاجه بتاعه الدراسه، كراسه نقصتك، كشكول، حاجات حلوه انت شفتها عايز تجيبها، يا عم هاتها من الحصاله بتاعتك. بتديله مثلا ولو يكن مثلا هنقول 10 جنيه مصروف. انا معرفش دلوقتي هما بياخدوا 10 ولا 20. انا عامه بدي ولادي صراحه بديهم 10 جنيه مع السندوتشات. لو مثلا بياخد 10 جنيه ممكن مثلا يصرف 8 جنيه ويحط 2 جنيه في الحصاله. يوم يحط يوم ما يحطش. لو بتديله 20 جنيه ممكن ياخد 5 جنيه ويحط 15 جنيه ياخد 15 جنيه قصدي ويحط 5 جنيه في الحصاله. مره في مره هتعوديه على اللي هو يكون مرتب ويعرف يحوش ويعرف يجيب اللي نفسه فيه. انت عوديه على كده. بصوا هنا بقى كده
عملت بططت العجينه حلوه على الرخامه، وبالنشابه كده فردتها فردتين، وبعد كده لميتها وقفلتها. التقفيله اللي تعجبك. هو كده كده عبال ما بينفخ في الصينيه بياخد نفس الشكل بتاع العيش الفينو. تخليه ده صغير يا ساره، هوريهولك ضعف الحجم بتاعه يتضاعف ازاي بعد التخمير وبعد ما يطلع من الفرن. هعمل معاكم 3 وحدات، ومش مسرعه الفيديو خالص، من ساعه ما بدات ما سرعتش الفيديو علشان تعرفي تاخدي الفكره كويس. ايه تاني؟ زي ما قلت لكم تعملوا لاولادكم حصاله. بص هساعدك، هحط لك معايا 5 جنيه فيها. بص هحط لك النهارده 10 جنيه. تحاولي ان انت تشجعيه على حوار ان هو يحوش. فعلا هينفعك في ايه بقى؟ لو مثلا انتوا عارفين المدارس كلها بقت بتطلع رحل بطريقه فظيعه، لو انت من النوع اللي بتطلعي اولادك مثلا مره في السنه او مرتين، ممكن مثلا نحوش عشان نطلع رحله حلوه، ممكن نحوش عشان نجيب اللي نفسنا فيه. عوديهم على موضوع الحصاله، و من ناحيه هيوفر عليكي من ضغط عليكي انت، وفي نفس الوقت لو لقى فيها، لو حتى يا ستي خلينا في البسيط البسيط، لو لقى فيها 200 جنيه 300 جنيه يقدر يعمل بيهم برضو، او تقدر تعمل بيهم لنفسها حاجه. تجيب مثلا حاجه نفسها فيها، تخرج مع صاحباتها، الحاجات دي. هنا بقى شوفوا كده اهو، تاخدي تفردي العجينه كده وتعمليها زي رول كده، وتلفيها وتقفليها من الجناب وتحطيها في الصينيه. نعمل واحده تاني علشان نشوف نفس الفكره. عايزه اقول لكم ان هو لفه سهل جدا، ما مش تستصعبيه يعني. وقومي اعمليه، حتى لو هتعملي نص كيلو. فرحي نفسك قبل ما تفرحي كمان الولاد. يعني مثلا انا عملت لكم، بصوا انا اللي عملت لكم العيش الفينو بايدي، ايه رايكم مره في مره اعملي صينيه اللي هي بتاعه النخل دي، خليه النحل، مره اعملي قرص محشيه. يعني حتى استغلي الدقيق اللي انت بتجيبيه من مصروف البيت او من مصروف الشهر. زي واحده صاحبتي كده حبيبتي، كنا بنتكلم في فيديو قبل كده على الدقيق وكده، فلقيتها بترد عليا بتقولي والله يا ساره بجيب الدقيق ملهوش عندي اي استخدام خالص، بكسل. بقول ان شاء الله بكره هعمل، ما بعملش، مش عارفه ليه. لا، ابدأي كده بالعجين، اعملي حبه عيش فينو، اعملي حبه قرص. شجعي نفسك. اعملي مثلا صينيه كيكه حلوه، اعملي اللي هي القراقيش ديت. بصي لو بكوبايتين دقيق، لو ب3 كوبايات، تشجعي في مره هتحبي العجين جدا، وهتحبي بقى ان انت تعملي وتتفرجي مره واتنين، وتقومي كده تعملي كل حاجه انت بتحبيها باذن الله. طيب لو احنا في الصيف ده يا ساره وعندي دقيق سوس ومش نافع خالص، وخلاص بقى حسيت ان هو عمل كتل كده وسوس، اوعي ترميه. انخليه مره واتنين بالمنخل، وحطيه في برطمان وحطيه في التلاجة. هحطه في الاكل؟ لا، هنغسل بيه الطيور والسمك واي مثلا لو بطه، فرخه، سمك، حمام، اي حاجه تحطيه، بدل نخلتيه وسبتيه في التلاجة. هيبقى حلو جدا لغسيل الطيور والحاجات دي، بس مش هنستخدمه في معجنات ولا في اي حاجه. هنا كده بصوا بقى لفه العيش الفينو زي ما وريتكم. وهكمل العجينه علشان تشوفوا النتيجه في الاخر هتبقى تحفه. يلا بقى، صليتي على الرسول ولا لسه؟ وحطيتي لي اللايك بتاعك الجميل وكومنتك القمر اللي زيكم، اللي دايما لما بكون واقعه بيشجعني ويخليني اقوم اكمل من تاني. وهنا كده كنت خلصت خلاص. انت شكلي بقى، وهو هينفخ مع نفسه، والحاجات اللي هي مطرح القفله دي هتروح. يعني بصوا لما يخمر الحاجات دي، الفوارغ دي بتتملى، فمش هيبقى لها شكل خالص. وهنا بعد ما طلع العيش الفينو، عايزه اقول لكم والله العظيم كان جميل جدا، كان طعمه حلو قوي، بس الحمد لله كان هيتحرق مني، والحمد لله بفضل ربنا لحقته يعني. عايزه اقول لك بقى، عايزاكي تشجعيني وقولوا لي كده لو عايزين اي كومنتات، اي فيديوهات، اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.